أكيد أنت محتاج تعرف أنت من أنهي جيل، إكس ولا واي ولا زي ولا ألفا. تقسيمة الأجيال الجديدة دي اتقسمت على حسب أهم الأحداث اللي أثرت على العالم كله. هقولك أنت من مواليد أنهي جيل وإيه أهم حدث عالمي حصل وأنت كنت كبير وواعي وأثر على شخصيتك أو فكرك. لو أنت من مواليد 1946 ل 1964 يبقى أنت من جيل البومرز. الفترة دي حصل طفرة رهيبة في الزيادة السكانية حوالين العالم وكمان أحداث الحرب العالمية الثانية. ولو أنت من مواليد 1965 ل 1980 فأنت من جين إكس أو الجيل إكس. وأكتر حدث تاريخي أثر على الفترة دي بداية الكمبيوتر الشخصي وحصلت طفرة كبيرة في العلم. ولو أنت من مواليد 1981 ل 1996 فأنت من جين واي أو ميلينيالز، يعني أنت كبرت وعاصرت فترة الألفية اللي كانت فيها أحداث 11 سبتمبر وبداية عصر الإنترنت. لو أنت من مواليد 1997 ل 2012 فأنت من جين زي، الجيل ده اللي اتعامل مع الإنترنت والموبايل والتابلت وهو في سن صغير جداً، وزي ما أخد منه فوايد هو برضو ليه تأثير سيء جداً عليه زي الانعزالية والتوحد خصوصاً للي بيستعمله كتير. أما مواليد من 2012 ل 2025 فدول جين ألفا، الجيل اللي كبروا في فترة الكورونا أو الكوفيد 19 وتحول التعليم للتعليم عن بعد، وطبعاً ده زود أكتر استخدام الإلكترونيكس بكل أشكالها. عادي جداً إن أنت ممكن تخش على ولادك تلاقي التلفزيون شغال وبيتكلموا في الموبايل وبيلعبوا جيمز على الكمبيوتر وكل ده، وفي طبعاً أكل جنبهم عشان هم مش قادرين يسيبوا كل ده. ودي مأساتي مع بناتي. وكمان ظهرت منصات المشاهدة زي شاهد ونتفليكس اللي خلتك تقدر تختار اللي انت عايز تتفرج عليه في الوقت اللي انت عايز تتفرج عليه. لا، وكمان تقدر تتفرج على 200 حلقة ورا بعض، ولسه هنشوف كمان إيه اللي هيحصل. الفيديو ده كان مهم جدا عشان هو أساس لفيديوهات جاية كتير هنتكلم مع كل الجنريشنز والأعمار، وهتسمع وهتعرف كل جيل بيفكر إزاي من بقه هو. ما تنسوش تعملوا شير لأصحابكم وقرايبكم علشان تعرفوهم هم من أنهي جيل، وتقدروا تتابعوا الفيديوهات اللي جاية بتاعة الجينز. وكفاية كده عشان أتعب.